السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد 2025. مصايف السنة دي بقى عاملين لكم شوية فيديوهات هتعجبكم قوي، ومع شركات سياحة كتير قوي هتعجبكم قوي. أهم حاجة تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك في القناة ودايما تتابعونا، وإن شاء الله إن شاء الله ننزل لكم كل جديد. النهاردة احنا مع شركة الرهف عاملين فيديو عن رحلات اليوم الواحد، وعن المصايف، وعن رحلات كمان اللي فيها عروض، وعاملين كمان رحلات عن اسكندرية وعن مرسى مطروح وعن شرم وعن الغردقة. ما تنسوش بس كلكم كده تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك في القناة. ونبتدي دلوقتي مع رحلات اليوم الواحد. الاسكندرية ب200، بورسعيد ب200، كل ده تبع شركة الرهف. السخنة ب300، راس السدر ب375، وفي بورسعيد، وفي كمان اسكندرية بيات، وفي افريكانو بارك، وفي دهب، وفي سينا، وفي شرم الشيخ والأقصر و... وأسوان، وفي الغردقة. طبعا اللي أول مرة يشوف لينا فيديوهات، احنا كل يوم بنبقى في مكان وبنصور وبنعمل فيديوهات جديدة، وبننزل كمان عن شركات سياحة، وأي حد عايز ينزل عندنا يبعتلي. الناس اللي هي عايزة تسأل فين شركة الرهف، في شبرا عند محطة سانت تريز، أو في فيصل عند البنك التجاري. دي أسعار مرسى مطروح برج الأحلام. زي ما انتوا شايفين هنا بتبقى المدة، لو عايز تحجز مثلا من 28/3 لغاية 16، دي الأسعار بتاعت 16/5. من 17/5 لغاية 10/7 دي الأسعار بتاعتها. والحجز مثلا بيبقى فيه أسبوع، بيبقى فيه 8 أيام، 8 ليالي و7 أيام. وفي رحلات تانية بتبقى 4 أيام. وبرضه في رقم تليفون اهو، لو حد برضه عايز يستفسر أو كده. ده برج الشافعي. وده برج الرياض، والأسعار بتاعته زي ما انتم شايفين: 3750، و5500، و7200. وبرضه في تقسيط بدون فوائد هنا بيت العز. واللي عايز برضه يشوف الأماكن أو يشوف كده، في على الرقم اللي أنا بشاور عليه ده تبعتله وبيبعتلك الصور والفيديوهات. ده برج الزهراء. طبعا حبيت برضه اقول لكم، في مرسى مطروح مدة الرحلات بتبقى 6 أيام و5 ليالي. في برجين بيبقى 8 أيام و7 ليالي. طبعا الرحلات كلها، الغرفة اللي بتبقى 3 قطع، 3 غرف، دي بتبقى 7 أفراد في الأتوبيس. الغرفة اللي اتنين غرفة دي بتبقى 5 في الأتوبيس. طبعا بتاخد شنطة تبقى فيها فطار لأول، وانت رايح كده بتبقى فيها زي فطار أو كده. كل الشقق فيها انتريه وسفرة وشاشة وريسيفر وتلاجة وبوتاجاز وسخان ومطبخ وغسالة. برج الأحلام ده 2 أسانسير، وبرج الزهراء 2 أسانسير، والرياض أسانسير، والشفع 2. بصراحة احنا عملنا كذا فيديو عن شركات بصراحة. ناس كتير بتشكر في شركة الرهف. هنا برضو مبيت بورسعيد وبور فؤاد بقت جميلة جدا وب575. هنا شقق ميامي 4 أيام 650 الفرد. هنا رحلة اليوم الواحد إسماعيلية ب250 جنيه، ذهاب وعودة، ودخول شاطئ الفيروز، ورحلة بحيرة التمساح، دي اختياري براحتك. هنا بقى فندق دوما
وده هما متميزين بيه جدا وعلى البحر على طول، وكمان ليه شاطئ خاص بتاع الفندق نفسه. كل الناس بتشكر فيه جدا، وبصراحة فندق جميل جدا وناس كتير طلعت تبعنا شكرت فيه قوي. رحلات برضو اليوم الواحد ده الريف العربي 425، الكرسي للأطفال ب300، طفل بدون كرسي ب275. رحلات افريكانو بارك ب450، ودي برضو احنا عاملين عليها فيديو هتلاقوها في القناة عندي. رحلة وادي الريان ب250. لؤلؤة السخنة بقى دي الرحلة احنا عاملين عليها فيديو، ولازم كل سنة بنطلعها مع النادي عندنا وكده. دي ب300. وطبعا الأسعار هنا عايز أقول لكم يعني أحسن من أي مكان. وبصراحة شاطئ اللؤلؤة ده شاطئ كويس جدا، شاطئ تبع القوات المسلحة، جميل جدا واحنا رحناه، وفي مطعم وفي سوبر ماركت ودخول الأكل عادي، بس ما يكونش معاك أدوات حد أو كده، يعني سكينة أو ولاعة أو الحاجات دي، أو سوري يعني حلل أو كده برضو ممنوع. وب300. اللي حابب بقى يحجز بيروح، لازم يحجز قبليها عشان بتكون هي يعني ما شاء الله ما شاء الله بتكون محجوزة كتير، بالذات اللؤلؤة وكده. في رحلة اسكندرية برضه عاملين عليها فيديو، دي ب200. وفي رحلة بورسعيد وبور فؤاد دي ب200. وفي رحلة راس سدر دي 3 أيام، وراس السدر اليوم الواحد 375. احنا كده كده برضو هتلاقوا في القناة عندي كل حاجة عاملين عليها فيديو لوحده. كل حاجة احنا بنعمل عليها فيديو لوحده عشان خاطر كل الناس اللي عايزة تشوف حاجات مثلا